تعريف الطالب: هو كائن نصف حي شبه ميت، مطحون دراسيا ومخنوق يوميا ومقهور منهجيا، ومن كثرة الضغط أصبح غبيا، وبعد النتيجة تعطل مخيا. ستعين الكرام، بقول الله عقبالك. شرفتني. انا اشرف. عاش من شافي. الله يشوفك. صحة وعافية. امك حافية. كل واحد يضحك على قد فلوسه، كل واحد يضحك على قد فلوسه. انا هذا الموجود. يا جماعة الخير، البنت تدخل على مجلس رجال بالغلط يمسحون بوجهها البلاط ويكسرون ضلوعها، والولد إذا دخل مجلس الحريم بلاط يتضحكون يقولون لا ما يدري إن أحد موجود، يا حرام على نيته وهو أخبث من فرعون. احتاج شيء يغير نفسيتي، يعني عزيمة مع فلوس، هدية مع فلوس، ورد مع فلوس، حتى لو فلوس مع فلوس ما في مشكلة، أهم شيء فلوس. 3 جمل صعب على أي إنسان إنه يحكيهم. أنا آسف، أنا محتاج مساعدة، وبطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم بطتين وبطة. هندي بيشتغل بمقهى من 15 سنة والزبائن على طول بيتمسخرون عليه. بعد مدة حزنوا عليه وقالوا له خلاص انت صاحبنا وما رح نستهبل عليك. قال لهم وانا خلاص ما في بول داخل شاي بعد الآن. هل تعلم يا عزيزي، المحامي يتمنى لك المشاكل، والطبيب يتمنى لك المرض، والميكانيكي يتمنى تتعطل سيارتك، فقط الحرامي من يتمنى لك الثروة ونوما هادئا. معنى كلمة زواج: حرف الزين زيادة بالمصروف والمسؤولية، حرف الواو وجع راس، حرف الألف المعاناة المادية والمعنوية، حرف الجيم جيب حتى يفرغ الجيب. الناس يزعلون ويقومون من النوم يلقون عند فراشهم هدية، يفتحون الجوال يلقون كلام حلو ورسالة حلوة، إلا أنا أقوم من النوم ألقى مكيف طافي وشاحني مسروق. حسبي عليك يا شيخ. ولد يسأل أمه: ماما شنو يعني ملاك؟ هو مخلوق من النور يطير في السماء. طيب ماما سمعت بابا اليوم يقول لك شغالة أنت ملاكي، ليش ما طارت؟ لا بتطير اليوم إن شاء الله هي وأبوك. عليكم المفروض يغيرون كلمة اللغة العربية ويسمونها لغة طيب يعني أوريك، طيب يعني أوكي، طيب يعني بعدين وش صار، طيب مندمج بالسالفة ومستغرب، طيب يعني أنا بخير، طيب يعني إنسان كويس، طيب يعني الأكل طيب لذيذ، طيب خلاص يا أخي. قمة الفخامة أيام الابتدائي لما يعطيك الأستاذ طباشير أو أوراق ويقول لك وصلها للأستاذ بالصف الثاني، وتفوت على الصف الثاني قدام كل الطلاب بتحس حالك مبعوث الأمم المتحدة يا رجل. هل ترى الهدف؟ نعم سيدي. الشخص الذي على اليمين ذاك هو ابني، وعليك حمايته مهما كلف الثمن. هل تسمعني؟ ألو؟ تعالوا نتعرف على أسلحة الوالدين. أسلحة الأب وهي حزام السراويل، الميزة مرن ويصدر صوت يجعلك تتوقع